مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا، وهذا اللقاء مع الطالب مصطفى طعيمه مقرر اسره طلاب من اجل مصر بكليه الحقوق جامعه المنوفيه. اهلا بك معنا مصطفى، واحكي لنا يعني تفاصيل ما حدث اليوم من انطلاق الماراثون الانتخابي بجامعه المنوفيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. الاول احب اشكر السيد الاستاذ الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعه، والسيد الاستاذ الدكتور نانسي يوسف اسعد نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب على دعمهم وثقتهم فينا. واشكر السيد الاستاذ الدكتور اسلام فيض الله منسق اسره طلاب من اجل مصر ورائد الاسره بجامعه المنوفيه، والدكتور محمود الخباز منسق عام الاسره المركزيه طلاب من اجل مصر جامعه المنوفيه، واستاذ احمد ابو عيله رئيس اتحاد طلاب الجامعه ومنسق اسره طلاب من اجل مصر. النهارده ماذا حدث اليوم بقى؟ احنا بدانا النهارده اليوم في الحفله الافتتاحيه لماراثون الانتخابات الاتحادات الطلابيه بقاعه الاحتفالات باداره الجامعه. بدانا اليوم النهارده افتتحنا بالقران الكريم والنشيد الوطني، وبدات كلمه الاستاذ الدكتور اسلام فيض الله رائد الاسره المركزيه بالجامعه، ويليها كلمه الاستاذ احمد ابو عيله منسق الاسره بالجامعه. بعدها نزلنا اخذنا بعض الصور التذكاريه في اداره الجامعه، ثم بعد ذلك اتجهنا للكليه برفقه اصحابنا في الكليات الاخرى بالمجمع النظري بجامعه المنوفيه للترشح للاتحادات الطلابيه. اللي بيحصل حاليا بقى في رعايه الشباب عندك في كليه الحقوق يا مصطفى من تقدم وترشح للطلاب، اوصف لنا الصوره عندك. النهارده قدم عندنا عدد كويس للاتحادات الطلابيه باللجان المختلفه بالفرق المختلفه. عندنا كام لجنه؟ عندنا 7 لجان. اللي هم ايه بقى عشان الناس تعرف؟ عندنا لجنه الاسر، وعندنا اللجنه الاجتماعيه، وعندنا العلميه، وعندنا الثقافيه، وعندنا الرياضيه، وعندنا الجواله، وعندنا الفنيه. تمام. اللي بيتم حاليا بقى هو سحب الاستمارات من قبل الطلاب اللي عايزين يترشحوا. ايوه بالظبط. يعني نتمنى طبعا لك يعني التوفيق والنجاح مصطفى طعيمه رئيس اتحاد حقوق جامعه المنوفيه. بالتوفيق والنجاح لنا جميعا ولجميع مقررين اسره طلاب من اجل مصر بجميع كليات جامعه المنوفيه ان شاء الله. ماشي انا في الحياه، ده اواني وده وقتي، مش بخاف مش بنين اضعف مش عوايدي. بعد يوم او يومين انا هوصل وعدي، والسحاب والسماء سقف الحلم عندي. لو صدق